جاي لي شغل في ايطاليا ب 1600 يورو، بس هدفع 800 ألف جنيه مصري. ايه رأيك، اسافر ولا لا؟ بص يا صاحبي، تعالى نحسبها كده بالعقل ومن وجهة نظري، وطبعا الناس برضو تقول لنا وجهة نظرها في الكومنتات، وكل واحد عنده وجهة نظر. ال 800 ألف دول انت هتجيبهم لو هتوفر مثلا 800 يورو 900 يورو، هتجيبهم في سنة ونص. تمام؟ عشان تجيب ال 800 ألف اللي انت مسافر بيهم، ده لو انت طالع على شغل زي ما انت بتقول. يعني مطلوب منك سنة ونص تشتغلها ببلاش، تمن ال 800 ألف اللي انت مسافر بيهم. طب انت لو معاك 800 ألف، تعالى اقول لك من وجهة نظري تعمل بيهم ايه. تمام؟ وما تضيعش سنة ونص ببلاش، وبرضه تجيب يعني بإذن الله احسن من الفلوس اللي هتاخدها هناك. انت لو رحت اي مدينة، لو انت مثلا مش في مدينة، لو رحت القاهرة، لو رحت اسكندرية، لو في طنطا، لو في اي مكان، وفتحت سوبر ماركت في مكان كويس، تمام؟ في ناس بتفتح 17 ساعة وفي ناس بتفتح 24 ساعة، وفتحت سوبر ماركت ب 800 ألف، أو مثلا نزلت من الشركات وبقى عليك كمان 200 ألف، ففتحت بمليون. فأنت ممكن يعني لو فتحت 24 ساعة أو 17 ساعة أو 18 ساعة أو الكلام ده كله، ممكن مبيعاتك في اليوم تبقى ب15 ألف وب20 ألف وب30 ألف. تمام؟ في اليوم ممكن توفر في الشهر 30 و40 و50 ألف جنيه في الشهر مكسب، بس وانت قاعد في بلدك، وانت قاعد بين اهلك وناسك واصحابك، من غير غربة ومن غير ما تضيع سنة ونص. تمام؟ من عمرك تشتغلهم كده ببلاش عشان تجيب بس اللي انت سافرت بيه. ومش لازم سوبر ماركت بس، على فكرة في اي حاجة ممكن تحبها. ممكن تفتح محلين ملابس، تمام؟ ممكن تفتح محلين أحذية في أماكن مختلفة وتجيب برضو مكسب كويس جدا. ممكن تفتح تشتغل في الحاجة اللي انت حاببها أو اللي انت فاهم فيها بال 800 ألف. تمام؟ وصدقني، أو ممكن كمان تزود، يعني تنزل من التجار بمبلغ كمان بسيط تكفلهم مليون، ومع الشغل كده كده هيسددوا نفسهم. وصدقني هتكسب أكتر بكتير لو دخلت لك 30 ألف بس وانت قاعد مكسب، وانت قاعد في بلدك وأهلك والكلام ده كله، من غير ما تضيع سنة ونص عشان تجيب اللي انت دفعته. صدقني أحسن بكتير. دي من وجهة نظري، طبعا كل واحد وليه وجهة نظر، والناس برضو تقول وجهة نظرها في الكومنتات.